زمان كان ارهاق مذاكره، دلوقتي ارهاق شغل وعيال. انا مش عارفه امتى بشرتي هترجع منوره ونضره تاني يا دكتور. هي الفكره انا بشرتي مرهقه ليه؟ برضو احنا ما ينفعش يعني المفروض بندور على السبب. ممكن جدا يبقى فيه سبب عضوي مخليني دايما تعبانه، وشي شاحب، لونه مش مظبوط، زي مثلا يكون عندي انيميا، يكون عندي نقص في مستوى الحديد، حاجه زي كده. لو هي مش متشخصه تخليني تعبانه وشكلي تعبان طول الوقت. فالحقيقه ان احنا لازم في الاول نستبعد وجود اي سبب عضوي لحاجه زي كده، وبعد كده بقول ان احنا بنعمل روتين اللي هو بيبقى فيه الحاجات السيمبل او البسيطه الاساسيه جدا. ده برضو بيفرق جدا في صحه جلدي. استعمل صن بلوك، استعمل ترطيب بانتظام، استعمل غسول مناسب لنوع بشرتي. وبعد كده كمان بيجي دور للسيشنز اللي هي بنحفز بيها الكولاجين، بندي نضاره للجلد. حاجه زي كده ممكن ان انا انتظم عليها بطريقه شهريه او كل فتره مثلا اعمل حاجه. وفي حاجات كتيره جدا بتحفز الكولاجين وتدي نضاره، زي حقن البلازما، زي جلسات الديرما بين، زي حقن السكين بوسترز. كل بشره بنوظف لها الحاجه المناسبه لها.